السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني للمقارنات. هنقارن في الفيديو ده ما بين عربيتين في نفس الفئة السعرية تقريبا، يعني في نفس الفئة السعرية. العربية الهيونداي اكسنت ار بي والهيونداي الانترا سي ان 7. الهيونداي الاكسنت ار بي هي مجموعة فئات بيتراوح سعرها ما بين 500 ل 550 ألف جنيه. طبعا احنا اتعودنا من غبور ان هو العربيه بتبقى نازله من بره فئه واحده، هوب بيروح مديها هنا 17 فئه، يحط زرار يدي فئه، يحط لون يدي فئه، يحط بلف يدي فئه. العربيه الهيونداي الانترا سي ان 7 سعرها ما بيتراوح، طبعا مجموعه فئات برضو، سعرها بيتراوح من 440 ألف إلى 610 ألف جنيه. هنخش في مقارنة ما بين الحاجات المهمة في العربيتين. تمام. طبعا بالنسبة مثلا لسعة المحرك، العربيتين 1600 سي سي. هنخش دلوقتي في تفاصيل، بس الأول اللي هي بتاعة هنسيبنا بقى من الطول والعرض والارتفاع والكلام اللي ملوش لازمة، ونخش على المعلومات المهمة. طيب العربيه الهيونداي اكسنت ار بي دي موديل 2024 الموجوده حاليا دلوقتي في السوق. بالنسبه للعربيه الهيونداي الانترا سي ان 7 الموديل المتوفر حاليا دلوقتي 2022. العربيه التصنيف بتاع العربيه الهيونداي اكسنت ار بي دي سيدان. العربيه الهيونداي الانترا كوبيه 4 بيبان. الاثنين وكيلهم غبور. بلد المنشأ بالنسبة للعربية الهيونداي اكسنت ار بي بلد المنشأ الصين، ومتجمعت هنا في مصر. بالنسبة للهيونداي الانترا سي ان 7 بلد المنشأ كوريا. عدد الفئات طبعا زي ما اتفقنا، غبور عامل من الهيونداي اكسنت ار بي 5 فئات، ومن العربية الهيونداي الانترا سي ان 7 عامل 7 فئات. انا عملت فيديو قبل كده في القناه عن الشغل تجاره الفاكهه او تجاره الخضار. لما بتخش على حد كده تشتري منه خضار، حاليا دلوقتي بقوا عاملين 7-8 تصنيفات. يقول لك الطماطم دي مفعصه خالص بجنيه، الطماطم دي لا ناشفه شويه بجنيه وربع، دي مش عارف ايه بجنيه ونص، لحد ما توصل في الاخر مثلا ل 15 جنيه. فنفس الكلام بيتم في مصر بالكامل، يعني بيتم طبعا في كل التجارات اللي بتحصل في مصر، بما فيها تجاره السيارات، طبعا ده شيء اساسي. كل عربيه بتنزل بره موجوده فئه واحده، بتتحط لنا هنا 5 فئات و7 فئات و12 فئه وزي ما انت عايز. العربيات بره يا حضرات بتتقسم فئات حسب سعه المحرك، حسب القدره الحصانيه بس، انما ما بتحطش في النص زرار لا فاميه دي ما فيهاش فاميه فدي زادت عنها 10000 جنيه وبقت فئه تانية، ما فيش الكلام ده. فما علينا، نكمل بقيه المقارنه. طبعا هنسيبنا من مواضيع الطول والعرض زي ما قلنا والحاجات اللي ملهاش لازمه، نخش على المهم. سعه المحرك في العربيه الهيونداي اكسنت ار بي 1600 سي سي، في الهيونداي الانترا سي ان 7 1600 سي سي. 4 سلندر في الاثنين، 16 صباب في الاثنين. قوة الحصانية بقى، نخش على قوة حصانية العربية الهيونداي اكسنت ار بي، هي 125 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة. بالنسبة للعربية الهيونداي الانترا سي ان 7 126 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة. يعني دي 125 حصان ودي 126 حصان، هو حصان هو اللي زاد. بالنسبة للعزم، العربية الهيونداي اكسنت ار بي عزمها 156 نيوتن متر عند 4200 لفة في الدقيقة. بالنسبة للعزم الست هيونداي الانترا سي ان 7 155 نيوتن متر عند 4850 لفة في الدقيقة. نتكلم عن نوع الفتيس. الفتيس في الاثنين اوتوماتيك عادي مش سي في تي. عدد النقلات في العربية الهيونداي اكسنت ار بي 4 نقلات. بالنسبة للهيونداي الانترا سي ان 7 6 نقلات. الاثنين جر امامي. نتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم عن يعني متوسط استهلاك البنزين. متوسط استهلاك البنزين بالنسبه للعربيه الهيونداي اكسنت ار بي 9.6 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعه. بالنسبه للعربيه الهيونداي الانترا سي ان 7 7 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعه، يعني هي زياده عنها يعني 1 لتر. بالنسبه للتعليق الامامي للاثنين ماكفيرسون. بالنسبه للتعليق الخلفي للاثنين تورشن بيم. نخش بقى بعد كده على الامان. نشوف التجهيزات اللي موجوده في العربيتين.
ده اللي هيبين بقى الفرق ما بين الفئات. بالنسبه للهيونداي اكسنت ار بي فيها اي بي اس واي بي دي بس. بالنسبه للعربيه الهيونداي الانترا سي ان 7 فيها اي بي اس واي بي دي واي اس بي وهيل ستارت اسيست والتاير بريشر مونيتور والبليند سبوت مونيتور، وكل ده عشان جايه من كوريا. تمام. انما الجنب بتاعنا ده اللي هي بتاع العربيه الثانيه الار بي، سبب اللي خلاها كده انها متجمعه في مصر. يعني انا عايز الصوره بس تبقى واضحه للناس. دي عربيه جايه من كوريا مستورده، شوفوا نازل فيها ايه. تمام. دي عربيه اتجمعت في مصر، شوفوا نازل فيها ايه. يعني زي ما اتفقنا اي بي اس موجود في الاثنين، اي بي دي موجود في الاثنين، وشكرا. بعد كده العربيه بقى اللي جايه من كوريا فيها اي اس بي وهيل ستارت اسيست وتاير بريشر مونيتور والبليند سبوت مونيتور، كل الحاجات دي ولسه، والتراكشن كنترول والايزوفيكس. انما طبعا الثانيه كل الكلام ده مش موجود فيها. الاثنين فيهم ايزوفيكس اللي هو لتثبيت مقعد الاطفال. بالنسبه للوسائد الهوائيه، العربيه متجمعه هنا في مصر الهيونداي اكسنت ار بي، فئات ما فيهاش وسائد هوائيه، وفئات فيها وستين هوائيه. يعني اعلى فئه فيها وستين هوائيتين اماميتين. طيب العربيه الثانيه اللي هي الهيونداي الانترا سي ان 7، اول فئه خالص فيها وساده هوائيه واحده بس للسائق الامامي. الفئه اللي بعد كده فيها وستين هوائيتين. اعلى فئه فيها ست وسائد هوائيه. واللي انا عايز اقوله بقى ان اعلى فئه فيها هي اقل فئه هناك في كوريا. نخش بعد كده على الحساسات. طبعا الهيونداي اللي هي الاكسنت ار بي لا فيها حساسات اماميه ولا فيها حساسات خلفيه. طبعا بالنسبه للعربيه الهيونداي الانتر سي ان 7 فيها حساسات اماميه وخلفيه. الاثنين فيهم انذار، الاثنين فيهم ايموبلايزر ضد السرقه. سنتر لوك موجود في العربيه الهيونداي الانترا سي ان 7، تمام، مش موجود في العربيه الهيونداي اكسنت ار بي. حزام الامان الخلفي موجود في الاثنين. الازاز الفميه طبعا الهيافه بقى، اخش في الهيافه والحاجات اللي ملهاش لازمه والرخيصه. ازاز فميه موجود في الاثنين، ازاز كهرباء موجود في اثنين، مرايات ضم موجوده في الاثنين، مرايات كهرباء موجوده في الاثنين، الاشارات في المرايات موجوده في الاثنين. فتحه سقف طبعا بالنسبه للهيونداي اكسنت ار بي فتحه سقف عاديه. بالنسبه للهيونداي الانترا سي ان 7 فتحه سقف بانوراما. الكاميرا الخلفيه موجوده طبعا في الهيونداي الانترا سي ان 7، مش موجوده في الهيونداي اكسنت ار بي. مثبت سرعه موجود في الاثنين. السبويلر الخلفي اللي بيثبت العربيه موجود في العربيه الهيونداي الانترا سي ان 7، مش موجود في الهيونداي اكسنت ار بي. مقاس الجنط طبعا برضو متقسم تبع الفئه. بالنسبه للعربيه الهيونداي اكسنت ار بي من اول 14 بوصه لحد 16 بوصه على حسب الفئه. بالنسبه للعربيه الهيونداي الانترا سي ان 7 15 بوصه الفئه الاولى، 16 بوصه الفئات اللي في النص، اعلى فئه 17 بوصه. طيب خش بقى في الحاجات المشيلن. البلوتوث موجود في الاثنين، مدخل اي او اكس موجود في الاثنين، مدخل يو اس بي موجود في الاثنين، الطاره المالتي فانكشنز موجوده في الاثنين، الشاشه الوسط اللي في النص موجوده في الاثنين. بالنسبه للعربيه الهيونداي اكسنت ار بي الشاشه فيها 7 بوصه لان في الفئه العاليه بتاعتها. بالنسبه للشاشه في الهيونداي الانترا سي ان 7 نازله بفرايتي كده في الشاشات من اول 3.8 من 10 بوصه و8 بوصه و10 وربع بوصه. طبعا نخش في العدادات الديجيتال موجوده طبعا في الهيونداي الانترا سي ان 7، مش موجوده في الهيونداي اكسنت ار بي. كشافات الاماميه والخلفيه الليد موجوده في الاثنين. كشافات الضباب موجوده في العربيتين برضو. مساحات الكشافات مش موجوده في الاثنين. عدد السماعات بالنسبه للعربيه الهيونداي اكسنت ار بي 4 سماعات داخليه. بالنسبه للسماعات في العربيه الهيونداي الانترا برضو نفس الكلام، بتتراوح ما بين 6 سماعات في الفئات الاولى، والفئه العاليه 8 سماعات. زر التشغيل المحرك موجود في الاثنين. ريموت كنترول موجود في الاثنين. الكراسي الكهرباء موجوده في الهيونداي الانترا سي ان 7 مع انها موديل قديم.
مش موجوده في العربيه الهيونداي اكسنت ار بي اللي هي موديل السنه اللي جايه. التحكم في الشنطه بالنسبه للهيونداي اكسنت ار بي تحكم يدوي. بالنسبه طبعا للهيونداي الانترا سي ان 7 تحكم كهربائي. طبعا دي مقارنه سريعه ما بين العربيتين. انا عايز اقول لكم ان يعني لو بصينا على السعر تاني، الهيونداي اكسنت ار بي بدايه الفئات بتاعتها من 500,000 ل 550,000، اللي هي زي ما انتم شايفين نقص في كل حاجه. الهيونداي الانترا سي ان 7 بدايتها من 440,000 لحد 610,000. طبعا هتقولوا لي السعر ده عادل على العربيه بامكانياتها بشكلها ده؟ لا طبعا، لا السعر عادل ولا سيد ولا عبد السلام. العربيتين دول عربيتين ورق، يعني اللي راكبهم عارفهم طبعا. هلاقي ناس يطلع يدافع عنها كانه بيدافع عن وطنه، يعني ده عربيتي، وعشان معتقد ان هو كلامي عن العربيه بهذا الشكل هيخلي سعرها يقل في السوق. لا انا ولا غيري هنقلل سعر العربيه، ولكن انا بقول واقع عربيه ركبتها وشفتها وجربتها. العربيه دي صاجها ورق، امكانياتها ضعيفه، قوتها ضعيفه، بتبان في المطالع ومع تشغيل تكييف، بتبان على الطريق السريع. عربيات مش ثابته، عربيات العزل الداخلي بتاعها ضد الضوضاء وضد صوت المحرك وضد العربيات اللي بره، ما فيش عزل خالص. فيعني الواحد بيقول رايه ويعني وعوضه على ربنا، ولكن ده رايي في العربيتين دول. لا السعر عادل ولا سعر مناسب. ان انا ادفع فوق النص مليون جنيه في عربيه بالشكل ده. نتفرج على الناس بره وشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلها على اسعار العربيات بره في السعوديه وفي دول الخليج او في الدول الاوروبيه بتتباع بكام وبتنزل لنا هنا بكام. تمام. ولكن دي ظروف بلدنا. اللي عايز يركب عربيه يا حضرات، اديني عملت مقارنه اهو ما بين العربيتين. يعني اللي انت شايفه، انا من وجهه نظري شايف ان لو العربيتين معروضين قدامي الاثنين اسوأ من بعض، ولكن هنقول ان هيونداي الانترا سي ان 7 افضل من الهيونداي اكسنت ار بي. شكرا للمتابعه، السلام عليكم.